طيار يلغي الهبوط بسبب مزحة. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سلامات يا الطيب. مثل ما نشوف طائرة 777 لطيران دلتا جاي يهبط في مطار أتلانتا. تعالوا نسمع الكلام. كلير تو لاند، ما في أي مشكلة. الطيار يقول لنا لحد الحين ما اخترنا بوابة نوقف فيها في المطار، فاختار لنا مكان نوقف فيه، لكن المراقب بدل لا يختار المكان اختار انه يكون كوميدي. نسمع الرد. جو اراوند، الغي الهبوط. بعدين فجأة ام كيدنج، لا امزح معاك، ما في حد وراك، اهبط بنشوف لك مكان. طبعا الطيار ما سمع هذه الجملة الطويلة، لأن مثل ما نعرف في هذه المرحلة لازم رد فعل سريع، فهو سمع جو اراوند مباشرة الغى الهبوط. صار صمت شوي، المراقب حب يتأكد. سيجين. بعد ايش الطيار يقول له انت لغيت الهبوط، فما ينفع يقول له لا كنت امزح. مشي الليلة. انت جاي تمزح في يعني ازحم مطار في العالم وطائرة مثل هذه، الله يهديك. انا لو مديره برسل له ايميل: مبروك لقد تم ترقيتك، امزح معك، لقد تم فصلك. لأن في مرحلة الهبوط مثل ما الطيارين ما ينفع الكلام الجانبي لهم، المفروض المراقبين الجويين أيضا ما ينفع الكلام الجانبي. فأكبر سلاماتي الطيب أقولها للطيار: I am kidding، أمزح معاكم، أكيد للمراقب الجوي. فأعطوني رأيكم.